السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد من حين تصوم. أهلا بكم مرة تانية. خلاص دخل شهر رمضان والحمد لله ربنا بلغنا شهر رمضان. عايزين نكمل في حالة الاستعداد اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو الأولاني عشان نبقى فايقين لما هو أولى وأهم زي ما قلنا. حالة استعداد ايه؟ حالة استعداد جسدي زي ما قلنا ان احنا نبقى مفيش حاجة بتنغص علينا استمتاعنا ومحاولة استفادتنا من الشهر، زي العطش الشديد مثلا او الجوع الشديد، وكمان زي الخمول المقعد او التناحة والكسل اللي ساعات بتجيلنا بعد الفطار. حابب بس اوضح حاجة قبل ما نتكلم في التفاصيل، ان احنا هنا بنتكلم عن الحالة المثالية اللي احنا عايزين نوصل لها، لكن انا عارف وانتوا عارفين والفطار والسحور عارفين ان ده مش هيحصل دايما، وان احنا لو قدرنا نحققه في بعض الايام من الشهر ففي ايام تانية مش هنقدر نوصل فيها للحالة المثالية دي. لكن مفيش مشكلة، هو احنا دايما بنحاول نسدد ونقارب، يعني نحاول نقرب للحالة المثالية دي على قد ما نقدر، بحيث ان احنا حتى لو لخبطنا في الفطار او السحور نبقى عارفين ان احنا مش بنعمل الحاجة الصح قوي، ونبقى كمان مهيئين للي ممكن يحصل لنا او على الاقل فاهمينه. طيب دلوقتي خلونا نبتدي بالسحور الواعي. السحور الواعي بيبتدي من الفطار مش من قبل الفجر. ايه ده، يعني هقعد اكل من الفطار لحد السحور؟ لا طبعا، انا هنا بتكلم عن الميه، ان انت ما تركزش شرب الميه وقت الفطار ووقت السحور بس. تحاول ان انت تاخدها زي مثلا روشتة كده، ان انت تشرب كوبايه ميه كبيره على الاقل كل ساعه من بعد الفطار لحد السحور. ده هيسمح لك وهيوفر لك كميه ميه كويسه من غير ما تضطر ان انت تشرب كميات كبيره في الوقتين دول. الحاجة التانية المهمة اللي تعملها وقت السحور انك ما تاكلش او ما تشربش حرامية المية. انت ممكن تشرب كميات مية كويسة بس تاخد معاها اللي انا بسميه يعني حرامي المية، وهي بعض المشروبات اللي ممكن تبقى مضرة للبول، او ان هي بتطرد المية من جسمك وبتساعد على كده، زي الشاي والقهوة. بالمناسبة بيعملوا الموضوع ده، بيحفزوا الكلى على الإسراع من عملية إخراج المية من الجسم. فلو هو ضروري انك تشربهم على السحور، حاول تخليهم بدري شويه، تخلي سحورك بدري سنه، بحيث ان انت يبقى عندك فتره زي نص ساعه كده بعد السحور انك تقدر تشرب فيهم شويه ميه زياده. الحاجه التانيه هي المشروبات الغازيه. دي بتحتاج كميه ميه عشان تتحلل في جسمك، فتبقى انت بتشربها وفاكر ان انت بتروي عطشك، لكن انت في الحقيقه بعد كده بتحس بالعطش الشديد. وكمان العصاير المحلاه او اللي هي البودره، دي اصلا يا جماعه مش عصاير، دي الوان وميه، فالاحسن احنا ما نجيبهاش خالص ولا نستخدمها. ده بالنسبه للمشروبات. طيب ايه المأكولات اللي ممكن تضايقك في السحور او تسبب لك مشاكل في المعده او ارتجاع في المريء؟ عندنا بصوره اساسيه المقليات والاكل المسبك، يا ريت نبعد عنهم في السحور، لان انت كده بتاخد زي ايه تذكره للحموضه وقلق المعده بعد السحور. طيب احنا كده عرفنا اللي احنا هنحاول نتجنبه. نحاول بقى نركز على ايه؟ نركز على 3 حاجات اساسيه. الحاجه الاولانيه وهي الميه المحبوسه اللي موجوده في خضروات وفاكهه زي الخيار والخس والبطيخ. الحاجات دي بتبقى فيها كميات ميه كبيره وفي نفس الوقت فيها الياف، فبتبقى هضمها بطيء، فبتفضل فتره كبيره في الجسم، وكمان بتحافظ لك على كميه ميه كويسه غير الميه المباشره اللي انت بتاخدها عن طريق الشرب. الحاجة التانية وهي البروتين الهادي زي الفول أو البيض. الحاجات دي بتوفر لك شبع وكمية كويسة من البروتين وفي نفس الوقت من غير ما ترهق المعدة. والحاجة التالتة وهي إن احنا نحاول ناخد أكل غني بالبوتاسيوم. اشمعنى البوتاسيوم؟ لأن البوتاسيوم بيحاول وبيحافظ على وجود المية وحبسها داخل الخلايا، فبرضه تقدر تحافظ على وجود المية جوه جسمك لأطول فترة ممكنة، وده موجود في حاجات كتيرة زي الموز والزبادي والتمر وغيرها كتير. طيب ده كان بالنسبة للسحور. نيجي بقى للفطار. بتيجي وقت المغرب تبقى عايز تاكل كل اللي على السفرة في ربع ساعة، لكن خليني اقول لك ازاي نمشي فيه واحدة واحدة. اولا انت ما ينفعش تعمل كده لسبب بسيط، هو ان انت هتعرض جسمك لصدمة مرة واحدة، والصدمة دي هتدخله في مشكلتين. المشكلة الاولانية ان انت هترفع مستويات السكر مرة واحدة، فالانسولين هيترفع برضو للسماء عشان يلاحق على السكر اللي دخله مرة واحدة ده، وبعد كده هيروح جاي نازل تاني مرة تانية، فتحس بالخمول اللي انت بتحس بيه ده. والحاجة التانية انه هيحصل حاجة كده اسميها سرقة الدم، ان انت الجهاز الهضمي بيبدأ يطلب المدد والعون من اجهزة الجسم ان يا جماعة ساعدوني، فيبدأ الدم يتوجه بصورة اكبر للجهاز الهضمي، فالدم اللي بيوصل للمخ بيقل شوية، فبالتالي بتحس برضو بالخمول والكسل اللي انت بتحس بيه.
طيب ايه الترتيب الصح بقى اللي احنا نعمله؟ الترتيب الصح انت تبتدي بتمر وميه. التمر فيه مستويات سكر كويسه وسريعه الامتصاص، هتوفر لك التنبيه للجسم والبنكرياس. وبعد كده هتاخد بريك يعني ايه؟ مش هتاكل تاني، لا هتاخد بريك بس انك تروح تصلي. ده هيوفر بريك 10 دقائق لجسمك يلحق فيه هرمون الشبع يبعت اشارات للمخ ان ايه، احنا بدأنا ندخل في الاكل، فيلا استعد معانا كده عشان نشبع. فلما ترجع تاكل تاني ما تحس ان انت مش محتاج ان تاكل كميات كبيره جدا. بجانب الترتيب الذهبي. ايه بقى الترتيب الذهبي ده؟ ان انت تبتدي بالسلطه. ابتدي بالسلطه عشان الالياف توفر حمايه للمعده وفي نفس الوقت تملاها شويه. مش هتاكلها كلها عادي، بس ابتدي بيها شويه كده باربع خمس اطماط سلطه لوحديهم وبعد كده ادخل في الاكل. في ناس بتحب تاخد الاكل على بعضه مفيش مشكله، لكن الناس اللي بتعشق الترتيب ابتدي بالبروتين وبعد كده النشويات. ما تاخدش النشويات الاول وبعد كده البروتين. طب الحمد لله بقى خلصنا الفطار، عايزين بقى نحلي. مش احسن وقت تاكل فيه الحلويات يكون بعد الفطار على طول. حاول تخليها بعد التراويح، تكون ريحت ساعتين كده فما تجمعش على الجسم صدمتين، صدمة الفطار وصدمة سكر الحلويات. دي كانت الرؤية الشخصية للنظام المثالي للسحور والفطار في رمضان، اللي هيقدر يساعدنا ان احنا نركز في الاهم زي ما قلنا. نحاول نمشي عليهم على قد ما نقدر، وإن شاء الله ربنا يعيننا قبل كل شيء. رمضان فرصة لتربية الإرادة، فزي ما بتقدر تحرم نفسك من الأكل والشرب طول النهار، حاول تتحكم برضو في الكميات اللي انت هتاكلها بعد الفطار. وفي الآخر لو الفيديو حسيت ان هو فادك شاركه مع حد ممكن يستفيد برضو من المعلومات اللي فيه. وقولوا لي في الكومنتات ايه الأكلة اللي مش بتقدروا تصبروا قدامها وقت الفطار أو في العزومات، وهل انتوا نظام سحوركم فعلا بيبقى بدري ولا متأخر، وايه الوجبة الأساسية في السحور اللي مش تقدر تستغنى عنها. واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.